السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير. ازيكم يا أحلى إخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ أنا حابة أقول لكم أول حاجة كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كلمتين طالعين من القلب. أنا بشكر أي حد عمل لي سبسكرايب أو لايك على فيديو أو شاهد الفيديو للآخر أو حتى نصه. بشكركم جدا جدا. ده أول فيديو بعد تفعيل القناة بتاعتي، الحمد لله. فلسه مفعلاها يعتبر اول امبارح. فبشكركم جدا جدا، احسن اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم يا رب نعمة في حياتي، ويا رب اشوف الخير على ايديكم وتفضلوا اسرتي التانية اللي انا الجأ لها دايما لما اعوز اي حاجة. ربنا يخليكم ليا. فرحانة جدا جدا، وحبيت النهاردة بقى اعمل عزومة كده لاولادي اروق عليهم، بما ان القناة اتفعلت فحبيت ان انا اروق عليهم زي ما انبسطت كده. حبيت ان انا ابسطهم. متنسوش بقى يا اجمل اخوات في الدنيا اللايك والشير الكتير علشان القناة تتشاف. ده اللي بيدعم القناة، اللايك بيدعم القناة، والاشتراك في القناة علشان اكبر بيكم وعيلتي تفضل كبيرة دايما بيكم. اول حاجة بقى ندخل في الجد. احنا عملنا فرخة حلوة قوي كده، وانتوا كالعادة عارفين ان انا بحب ان انا اتبل الفرخة الاول قبل ما اسلقها، او ان انا اعملها اي حاجة. بحب اشربها كده من البصل والتوابل. فاول حاجه ان انا جبت 3 بصلات كبار، فرمتهم الاول واخدت جزء من البصل. انا ما خدتش البصل كله لان بعد كده هعرفكم هعمل ببقيه البصل ايه. اخدت جزء منه، حطيت بقى فيه حبهان فلفل، حطيت ملح، وتبلت بقى بيه الفرخه كده، اديتها التدليكه دي علشان تتشرب. هسيبها بقى بعد ما غسلناها كويس وشربناها وتبلناها، هسيبها على جنب. بما ان اليوم حلو كده حبيت ان انا اعمل حلو فيه. هنعمل الاول شربات. حطيت كوبايه من السكر وحطيت كوبايه ونص من الميه. هحط كمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وهفضل اقلب كده من النص لحد ما الشربات عندي او السكر عندي يختفي في المية. انا حطيت دلوقتي معلقة العسل الجلوكوز بعد ما ان انا دوبت السكر كده كده. الطريقة دي مش هتخلي الشربات يسكر منك خالص، بس من النص ما تجيبيش المعلقة على الطروف او الجناب بتاعة الحلة، من النص كده لحد ما السكر تحس معاك ان هو داب. حطيت معلقة العسل الجلوكوز، ولو مش موجودة استغني عنها، ونص عصرة ليمونة. الفانيليا هنسيبها للاخر. حطينا بقى الشربات على النار، بقى هياخد ويدي مع بعضه. بعد اول غلوة 10 دقايق كده وهطفي عليه، لان احنا لو سيبنا الشربات كتير على النار هتبصوا تلاقوا ان المية اتبخرت، ما يبقاش معانا غير السكر. والسكر ساعتها بقى يخرز معاكم، حتى لو بان الاول ان هو كويس، لما تحطوه في الحلويات هتلاقوا بعد كده اول ما تبرد فيها سكر. فعشان نتجنب كده ما نطولهوش كتير على النار. في الطاسه التانية دي بقى انا كل اللي عملته حطيت معلقه من السمنه، حطيت بقيه البصل اللي انا كنت فرماه عاملاه ضرب خشن. حطيته بقى، وان انا شوحت البصل الاول. ممكن طبعا تنزلي باللحمه الاول وبعد كده تحطي البصل، بس انا علشان ما بحبش ازود ميه في العصاج، بحب ان انا يستوي كده على نار هاديه. فبحط البصل الاول ياخد تشويحه ويدبل، وبعد كده احط اللحمه عليه. اول ما لونها بقى بيتغير بحط ملح، هحط فلفل. انا من الناس اللي ما بحطش توابل كتير، بس في العصاج حبيت ان انا احط بقى رشه قرفه ورشه 7 بهارات. بيدي العصاج بقى ريحه، ولما هتعملي بيه اي بقى جلاش مكرونه بشاميل اي حاجه، هتشمي احلى ريحه بتاعه عصاج لحمه عمرك ما دقتيها في حياتك. بجد بجد لا فيها زفاره ولا اي حاجه. هسيب بقى اغطي عليه وعلى نار هاديه كده، واسيب العصاج بتاعي لحد ما يتشرب. هنيجي بقى للشربات بتاعنا هنا. اول ما غلي معايا بعد 10 دقايق، كانت اخر حاجه بقى ان انا حطيت فيها الفانيليا. لو حابه الشربات يبقى تقيل معاكي، ممكن تضيفي كوبايه من السكر على كوبايه من الميه. انا حبيت ان هو يبقى في الوسط، يبقى حلو. نقلت بقى العصاج بتاعي على نار هاديه، وهنيجي بقى في الحله دي وهنحط معلقه من السمنه، وهنجيب الفرخه بتاعتنا ونحطها علشان تتشوح. انا هشوحها الاول قبل ما ان انا اسلقها في ميه سخنه. هحطها الاول تتشوح كده من الوش ومن الجناب كده، حركتها وغطيتها علشان تديني تشويحة حلوة، وكمان تشرب من البصل وتشرب من التوابل قبل ما انزل عليها باي حاجة. بعد كده بقى حطيت البصل وحطيت طماطم ورق لورا. انا حاطه في الفلفل حبهان
اسيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع بعض كده لغايه ما اكون سخنت ميه سخنه وحطيتها. الميه حسيت انها قليله مش مغطيه الفرخه، فسخنت ميه تانية في الكتل وضفتها. ما تضيفيش على الفراخ ميه تكون بارده من الحنفيه عشان ما تسمرش معاكم الشوربه. هنا كمان بقى كنت حطيت 3 معالق كده من السمنه، انا ما سخنتهمش، انا بس كنت حابه ان هما يفكوا معايا. وكمان حطيت بقى هنا ظبطت الملح، رشيت شويه من الفلفل، وهسيب الفرخه بقى لحد ما تستوي براحتها. انا بوريكم السمنه هنا ان انا مسيحاها بس. هنا بقى هعمل التشريبه اللي هعمل بيها الجلاش. انا حطيت نص كوبايه من الحليب، حطيت عليهم بيضه، حطيت عليهم 3 معالق السمنه السايحه، حطيت معلقه من الدقيق وملح وفلفل. الغلطه هنا اللي انا غلطتها ان انا كنت حاطه الحليب بارد، فعلشان كده السمنه قفشت شويه فيها طبعا بعد ما سيحت. بس لو عملتوا التشريبه خلوا الحليب دافي شويه، ما تغلطوش غلطتي، وخلوا كمان السمنه تبقى دافيه علشان يبقى سلس معاكم وانتوا بتدهنوا بيه. اول حاجه بقى جبت القارب معايا، وينفع في اي صينيه او اي صينيه مدوره كمان. حطيت بقى جزء كده من الجلاش بعد ما دهنته. حسيت برضو ان الصينيه معايا او صغيره شويه، فغيرتها وخليتها الكبيره. حطيت بقى كده، انا بصوا انا بدهن بعد ورقتين ورقتين، يعني انا بحط ورقتين وبدهن بين التشريبه، ورقتين تانيين وبدهن من التشريبه، ما بدهنش ورقه ورقه علشان ما يبقاش دسم قوي، وكمان ما يبقاش ناشف معانا قوي يعني مقرمش قوي. حطيت بقى العصاج وكررت نفس اللي انا كررته في اول القارب الجلاش، ورقتين وادهن ورقتين وهدن. معلش اعذروني انا بتكلم بسرعه، الفيديو طويل وفيه تفاصيل، ده انا ضغطاه على قد ما اقدر، فمش عايزه افوت اي حاجه. واي حاجه ان شاء الله حتى لو نسيتها، اي ملحوظه نسيتها بعد كده هسجلها على طول في ورقه وهتلاقوها عندي في المنتدى منزلاها، علشان ما بقاش اي حاجه او اي معلومه ان انا سبتها. قطعت بقى الجلاش بتاعي ونزلت ببقيه التشريبه وحطيتهم فيه. نيجي بقى للحلو بتاعنا اللي احنا عملنا له الشربات. انا حطيت بقى هعمل قطايف، حطيت بقى كوبايتين الا ربع من الميه، حطيت عليهم معلقه كبيره من السكر، وحطيت في حدود نص معلقه صغيره من الخميره. ما تزودوش الخميره علشان تنجح معاكم. الميه اللي انا ضفتها كانت ميه دافيه، ما تحطوهاش سخنه قوي علشان ما تقتلش الخميره. سبتهم بقى كده عقبال ما نحط الدقيق علشان يتخمروا بسرعه معايا. حطيت كوبايتين من الدقيق على كوبايتين الا ربع من الميه، يعني خلوها الاول كده وتشوف الدقيق هيعوز ولا لا. حطيت كمان معلقتين كبار من دقيق السميد، وممكن تستغني عنه خالص، وهقول لكم كمان وانا بعملها ممكن تستغني عنه. كمان حطيت يعني رشه صغيره من البيكنج باودر وضربتهم في الخلاط. شايفين ده القوام بتاعها، هو احتاج معايا شويه من الميه. بس طبعا انتوا حطوا الاول كده، لو حسيت ان هما مش محتاجين ميه خلاص ما تحطيش. هنيجي بقى هنا للاكل بتاعنا. الفراخ خلاص بتستوي معايا، وجبت هنا بصله حطيتها، وحبيت ان انا اصفرها بس كده، مش عايزين نحرقها، عايزين بس نخلي لونها ذهبي مش اكتر من كده. كنت ضربت بقى طماطم في الخلاط وهسيبهم لحد ما يتسبكوا مع بعض. انا هعمل بقى قلقاس. القلقاس ده عندي في الفريزر مفرزاه، هوريه لكم ما شاء الله. ولو عجبتكم القلقاس وعجبتكم الوصفه، ممكن لو عايزين تفرزهم هسيب لكم تحت في صندوق الوصف الفيديو بتاع التفريزات. ما شاء الله القلقاس كان طري جدا وجميل جدا جدا، كاني جايباه طازه بصراحه. الطريقه دي حلوه قوي ومتجربه، جميله جدا جدا، هسيبها لكم في صندوق الوصف. نزلت بقى بالقلقاس زي ما انتم شايفينه كده. حبيت ان انا بقى اعمل له تومه، ما كانش عندي بقى سل، فحطيت شويه من الكزبره الخضراء، وحطيت كمان التوم. بس اهم شيء بننزل الاول بالكزبره الخضراء علشان التومه معايا ما تتحرقش. هتحط بقى، سيب التومه لغايه ما تتشوح معايا، واول ما تبدا ان هي تنشف الكزبره عفوا هنزل بالثوم، علشان اول ما الثوم يصفر معايا يبقى كمان الكزبره الخضراء او السلق اللي هتحطيه يبقى كمان هو معاكي نشف كده وما فيهوش اي ميه. خلاص التومه بتاعتي خلاص دخلت بقى في التحمير واتحمرت معايا. هضيفها بقى على القلقاس وهسيبه لحد ما يكمل سوا معانا، علشان بقى احنا مخزنين القلقاس حلو وما خدش معانا اي وقت، استوى بسرعه. دي طريقه اختي ربنا يبارك لي فيها يا رب، انا مشيت بيها، والسنه اللي فاتت برضو مشيت بيها واداني نتيجه روعه. حطيت بس ظبطت الملح بتاعه، ظبطت الفلفل وخلاص. هنيجي بقى هنا للقطايف. القطايف زي ما انتم شايفين ما شاء الله، سخنت بقى الطاسه، لازم تسخن كويس جدا وما تدهنوهاش اي زيت ارجوكم، علشان ما تديكمش قطايف شكلها وحش. احنا عايزين القطايف يبقى لونها ذهبي من بره كده زي اللي بنجيبها من بره.
لو عندك صينيه الومنيوم ممكن بس تدهنيها. خلصت بقى هنا القطايف الكميه كلها زي ما انتوا شايفين، الكوبايتين الدقيق عملوا معايا ما شاء الله يعني كميه حلوه قوي. يعني انا انتوا شايفين كده بغطيها بفوطه علشان تبقى سخنه، اهم شيء ان احنا نغطيها بفوطه، نطلعها كده ونحطها بين فوطين عشان تفضل سخنه معانا وحلوه. طب لو حسيت ان القطايف نشفت معايا او سبتها الدنيا ساقعه او نشفت، ممكن بميه حاجه بسيطه كده ابل بيها الطروف بتاعه القطايف واقفلها، هتقفل معايا بكل سهوله. لو عايزه اخزنها ممكن احشيها كده واخزنها في الفريزر واطلعها وهي مجمده احمرها، ما سيبهاش لغايه ما تفك. هي بعد كده هتقرمش معانا وهتبقى حلوه قوي. انا حشيتها بقى باي عندنا اي حاجه، بزبيب، مكسرات، اي حاجه. خلصت بقى حشو القطايف، كمان الجلاش كان طلع معايا ما شاء الله، غطيته كده علشان يفضل معايا سخن. هنجيب بقى الطاسه ونحمر القطايف بتاعتنا. لو عايزه القطايف تبقى مقرمشه معاكي وتديكي نتيجه كده حلوه، ممكن طبعا ما تحطيش سميط، انا عايزاها عشان تبقى طريه معايا، يعني تبقى من بره كده مقرمشه وشاربه العسل بتاعها، ومن جوه تبقى عندك تبقى طريه كده وحلوه. طبعا لو عايزه بقى تخليها تبقى مقرمشه من بره كده ومن جوه وشاربه عسلها، هتوطي النار. لما بتوطي النار على الزيت بتبقى معاكي القطايف تديكي لون حلو، وكمان يعني ما بتبقاش طريه قوي، بتبقى ناشفه معاكي. خلصت بقى الكميه كلها، بطلعه وبحطه في الشربات، وبعد كده بصفيه كده بمصفى ينزل الشربات الزايد منه. جبت كمان الفرخه بمعلقه صلصه كده على شويه من الزيت او السمنه، ملح، فلفل، دهنتها دخلتها الفرن. كمان بقى كنت عملت لهم خلاص العصير عشان الاذان كده كان خلاص هيأذن وهحط بقى الاكل بتاعي. عملت عصير فراوله، وحطيت بقى البنجر اللي احنا عاملينه، هسيبه لكم برده في صندوق الوصف في التفريزات. خلاص بقى كنت غرفت كده الاكل بتاعنا او فطرنا. طبعا انا ما عملتش رز لغايه دلوقتي، واللي حابب يعرف طريقه الرز بشعريه ممكن طبعا يدخل على اي فيديو انا عاملاه ومكرراه كتير. انا المره دي كان عندي اختي كانت جايبه لي كيس كسكسي، فكنت حاطاه في الفريزر، فطلعته بقى وسخنته من باب التغيير ان ما عملتش النهارده رز بشعريه. فطبعا ممكن تعملوا رز بشعريه. شايفين القطايف ما شاء الله حلوه قوي، كمان الجلاش ما شاء الله. وبكده خلاص بقى الفيديو بتاعنا خلص وفطرنا كمان خلص. بشكركم جدا جدا للمره التانية من قلبي، ربنا يخليكم ليا وتديموا نعمه في حياتي دايما كده يا رب، وتشجعوني دايما. متنسوش بقى اللايك والشير علشان الفيديو يظهر في محركات البحث، واللي لسه ما اشتركش في القناه يضغط على اشتراك. والسلام عليكم.